كل حاجة ربنا خلقها ليها لازمة ومنها فايدة. كل ما في الدنيا عينيك جايباه أو مش جايباه منه فايدة، لأنه ربنا خلقه. خلق النباتات ليها لازمة، بس القيمة بتاعت النباتات فاكهة كانت أو خضار إحنا حددناها وقلناها. يعني مثلا حضرتك قلت إيه يا أبونا؟ الفاكهة التفاح غالي والبرتقال رخيص. انت اللي عملت القيمة للتفاح وقللت من قيمة البرتقال. قلت المانجا غالية واليوستفندي رخيص. القيمة كله ليه لازمة، بس القيمة بتاعت النباتات احنا اللي عملناها. ولما تبص على الحيوانات، اي حيوان اتخلق منه فايدة، بس برضو القيمة بتاعت كل حيوان احنا اللي قيمناها. يعني عملنا قيمة عالية قوي للبقرة، وجللنا من قيمة الحمار. عملنا قيمة غالية قوي للجاموسة، وقلنا يعني المعزة مش قد كده. يعني ده حتى في قيمة للحاجات الحيوانات دي احنا برضو اختلفنا فيها. في ناس بره عملوا قيمة للكلب، أكلوه وحموه وصرفوا عليه، وإحنا بنشوفه بنشوطه وبطوبة ونديله. يعني القيمة اختلفت، بس إحنا اللي عملنا القيمة للأشياء. والنهاردة في رأس السنة عايزين نشوف كده، هو أنا وإنت قيمتنا فين؟ أنا ليا قيمة، هي القيمة فين؟ واحد يطلع يقول لي يا أبونا، أنا يا أبونا طول حياتي يا أبونا بحوش قرش على قرش واشتري يا أبونا حتة أرض وابنيها، وبيجي عندي بيت 3 أدوار على الجسر. إيه؟ نقف في البلكونة نشوف الكنيسة، ولو طلعت على السطح نشوف موقف العربيات. عمل قيمة لنفسه من خلال البيت اللي بناه. واحد تاني يقول، وده كلام غلط، دي مش القيمة في البيت. واحد يقول يا ابونا انا ربيت وكبرت وعلمت يا ابونا وصرفت دم قلبي على العيال، والواد طلع دكتور والبنت طلعت مهندسه. قيمتك مش في عيالك ولا في ممتلكاتك. الله، امال قيمه البني ادم مننا فين؟ اصلك يا ابونا انا متكحرت وواخد على دماغي بقالي سنين وايام عشان اطلع صنايعي، وطلعت بنا يا ابونا وحطيت طوبه على طوبه وبنيت الحيطه وبقيت صنايعي. ونعرف ناس كتير يا ابونا الشغل مش عاوز يخلص، وعندي علاقات ملهاش عدد. لو مسكت تليفوني تلاقيه مليان باسامي الناس ورجال الاعمال اللي عايزين نشتغل عندهم. عمل لنفسه قيمه من خلال ايه؟ من خلال الشغل بتاعه وعلاقاته، ويا عيني غلبان ما يعرفش انه دي مش القيمه بتاعته. امال انا قيمتي فين؟ فكر معايا كده في القيمه. قيمتي الحقيقيه في ربنا بيفكر فيا ازاي؟ خد بالك من الكلام. هو ربنا بيفكر فيا ازاي؟ باصص لي كنت نجار ولا فلاح شغال في الكيماوي ولا شغال في العزيج وحش للبهايم، ايا كانت شغلتي ايه، بس هو ربنا بيفكر فيا ازاي؟ باصص لي انا ازاي؟ بيتعامل معايا عن قرب ازاي؟ هل فعلا بيتعامل معايا واخد باله مني؟ يعني ادينا في الكنيسه والعدد رهيب، كلنا شايفين الصوره بتاعت حضن الاب. شوف التفاعل والعلاقه اللي بينك وبين الايقونه الحلوه الجميله، صوره البنتقراطور دي الجميله الحلوه دي. شوف كل ما تقرب اكتر تلاقي ايه الجمال والحلاوه دي. ايه ده كأنه بيطبطب عليا. هو بيفكر فيا ازاي؟ باصص لي اصلا ازاي؟ يقول لي ابص لي عيالي ازاي؟ اقول لك يا ابونا وتقول لي عيالي انا باصص عليهم ازاي؟ ده دول عيالي، انت ابني وانا اليوم ولدتك.
لما يجي يتكلم معايا يقول لي يا ابني، اقول له ايوه يابا، يقول لي يا ولدي اديني قلبك، اقول له اعطيك قلبي، يقول ايوه انا مش عايز غير انه قلبك يتعلق بيا ويبقى بيني وبينك حب بس يا رب. يقول لي ايوه يا ولدي، ده انت ولدي، ده انا مش هعمل فيك كده بس كمان، ده انت ابني وانا هحط فيك من روحي. ازاي يا رب؟ يقول لي ما انا مش هسيبك، ده لستم تعلمون انكم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم. يبقى الواحد فينا مين؟ عباره عن ايه؟ هيكل لربنا. انا ربنا بيبص عليا ازاي؟ بيبص عليا ان انا ولده وروح القدوس ايه؟ ساكن فيا، وارتضى بكل الحب انه ياكلني من جسده ويشربني من دمه، ويقول لي تعالى تعالى، انت بعيد ليه؟ تعالى قرب وكلني. كلني دي ازاي؟ يعني ايه كلني؟ يقول كل من جسدي واشرب من دمي. ساعتها بس انا وانت اقول ايه؟ لا احيا لا انا بل المسيح يحيا فيا. بقيت مسيحي. في رأس السنة يا حبايب وبداية سنة جديدة، عايز اقول لك على كلمة حطها حلقة في ودنك. الفرق الوحيد ما بين اليوم واي يوم، ما كل يوم ده يوم جديد في حياتنا. اشمعنى اليوم ده يوم مميز بتاع يوم رأس السنة ده؟ اصل الاربعة بتبقى 5 يا ابونا. انا وانت بحس بالفرصة، بحس انه بدأت، انه ربنا اداني فرصة جديدة، ربنا انعم عليا بفرصة جديدة. عارف غيرنا دلوقتي محطوط على ترول في القصر العيني، ما قدرش يدخل الكنيسة، وانت واقف بكل صحتك ونشكر الله. جيت من، شوف احنا في الصحراء اخر الدنيا وجيت من بلدكم لحد هنا تحضر في بيت ربنا. مش دي فرصة جديدة برضو نبدأ بيها سنة جديدة؟ في بداية السنة الجديدة تبص على القديم هتلاقي أخطاء وعيوب وغلطات وقعدنا فيها، فأقف قدامه وأقول له معلش، يعني أنا آسف، يعني سامحني، يعني ارحمني، يعني أخطيت، يعني حقك عليا، معلش بالنسبة للي فات. ينفع يا رب تديني طالما انك انعمت عليا بفرصة جديدة، تديني بنوة كاملة القلب، يبقى قلبي مسيحي، اقدر اقول لك يا رب صدقني مالية غيرك، تقبل توبتي والقديم تمسحولي وتغفر لي الخطايا. ما انت يا رب غفر الخطايا، اغفر لي الخطايا. احلى ما في ربنا انه قادر على كل شيء، يقدر يغيرني. يقدر ولا ما يقدرش؟ يقدر يغيرني. طب سكة الخطايا، سكة الضعفات والوحشات والبواخة، السكة البايخة المايعة اللي بمشي فيها، يقدر يغيرني. بس يقول لي اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، اسألوا تعطوا، اطلب، قل له يا رب أرجوك يا رب. والنهاردة في رأس سنة وبداية سنة، ارفع ايدك قدام ربنا وقول له يا رب غيرني واديني نمو في علاقتي بيك. البني آدم مننا لازم يبقى له علاقة مع ربنا يسوع المسيح. بدينا العلاقة دي من يوم المعمودية، في جرن المعمودية اعتمدتم، تبررتم، اغتسلتم، لبستم المسيح، صرنا مسيحيين بالمعمودية، وتدينا استنارة وبصيرة المعمودية. بس الشاطر فينا اللي مش بعد المعمودية يركن في الخط يصدي يا ريس. اللي اتعمد وبطل يروح كنيسة يصدي، يبقى زي الحديد المصدي، ما ينفعش في شغلانة. امال عايز افك الصدى، اعمل ايه في الصدى اللي خلى الواحد صدى ده؟ يقول لك تعالى الكنيسة، والكنيسة تخلي ربنا يغسلني فابيضه اكثر من الثلج. الكنيسة اخد منها غفران في الاعتراف والتناول. الكنيسة اخد جسد ودم من ربنا، اكل واشرب من جسده واشرب من دمه، اكل من جسده واشرب من دمه. تعالى كون العلاقة وننمو انا وانت كل يوم. احنا متجمعين عشان تسبيحة وترتيلة وخلاص؟ لا، متجمعين التجمع الحقيقي عشان انا وانت يدب فينا عملية التغير والنمو في علاقتي بربنا كل يوم. زي المدرسة، لو وديت ابنك المدرسة سنة أولى ابتدائي وما وديتوش تاني ولا سنة وخلاص على كده، هيطلع دكتور؟ ده الدكتور ايه ده؟ نخاف نكشف عنده يا عم.
ده الراس سنه اولى ووقف على كده ولا ايه؟ ده لازم المدرسه كل يوم، ولما يغيب يوم من الامتحان يسقط ويبقى فاشل، يسقط ويبقى ساقط وفاشل مش هيعرف ينمو في الدراسه. طب لما يبقى في قداس في الكنيسه وما تجيش تبقى فاشل، لما يبقى في خدمه في الكنيسه وما تروحش تبقى ساقط. السماء ما فيهاش ناس فشله ولا ناس ساقطين. خلي بالك، ننمو كل يوم كل يوم، افرق كل يوم كل يوم في معرفه ربنا وعلاقتنا بربنا. ربنا الحنين الطيب الجميل اللي مجمعنا ده ويقول لنا انكم انتوا عيالي وتعالوا الي يا جميع المتعبين، واحنا كلنا متعبين ومثقلين بالهموم. هو جايبنا عشان يفرحنا، والفرح للكل. وان كان في ميلاد المسيح الملائكه قالت المجد لله وعلى الارض وبالناس. الملائكه قالت المجد لله، المجد لله وعلى الارض وبالناس. يبقى ربنا النهارده عاوز يخلي عندنا مسره ويفرحنا. الفرح للجميع. ربنا يفرح اللي مين؟ اللي عاوز يقرب من ربنا. ليه رجاء في المسيح. ما تسيبش السنه تعدي منك وتدخل في سنه جديده وكما لقوم عاده. ارجوك قول يا رب غيرني وحط جوايا النمو في علاقتي بيك، وعرفني شخصيتك اكتر واكتر. حببني فيك يا رب. اديني يا رب ان انا ابقى ابنك بجد يا رب، وابقى مسيحي. يا مسيحيين ليه رجاء في المسيح تتعلموا الامانه. حقكم عليا بتكلم من وجعي. الامانه جلت. الامانه كانوا بينادوا ويقولوا عايزين واحد بتاع ماليه يبقى لازم يبقى مسيحي، اللي يمسك الخزنه يبقى مسيحي، اللي نستأمن الفلوس عنده مسيحي. واحنا الجيل ده جيل خيبته تجيله. الامانه جلت. حرام عليكم. كل سفندية مش بتاعتك يا حبيبي اخدتها من المزرعه وما استأذنتش صاحب المزرعه عليها، حرام عليك بتاكل حرام. كل جزازة دواء يا اخوي اخدتها بعتها وجبت الفاضي للبيه وقلت له يا بيه ده انا فضيتها في التانك ورشيت وانت ما رشيتش. حرام عليك، حرام عليك. ضريت النباتات وضريت صاحب المزرعه وضريت ربنا كده، لانه ربنا عاوزك امين. كل مره ما سالتش على مرتك اللي سايبها في الصعيد مرميه اللي تربي لك العيال وعامل فيها انت هنا يعني المتحدث الرسمي والمسؤول عن المصاريف، وتقول انا مالي هي هناك. اسال على مراتك ان كان احد يعتني بكل الناس ولا خاصة سيما اهل بيته فقد انكر الايمان واصبح اشر من غير المؤمن. بقى حالك من حال الكفار. يلا مش واخد بالك من مراتك وعيالك بقيت عامل زي الكفار. خد بالك من مراتك وعيالك. ده وقفت على المذبح قدام الهيكل بتاع ربنا وابونا صرخ وقال كللهم ايها الاب القدوس، عشان الاب القدوس يكللك انت ومرتك. تيجي تسيبها هي في حالها وانت في حالك. حرام عليك، حرام عليك. الكنيسه كلها رجاله، وبوصيكم يا رجاله خلي بالكم من اسركم. ربوا عيالكم في مخافه الله. الجيل اللي احنا فيه، الجيل بتاع اليومين دول جيل صعب قوي، ولا انا ولا انت نقدر عليه غير بربنا. امسك في ربنا وقول له يا رب اديني يا رب عيالي في مخافتك يا رب. اديني يا رب ان انا اطلع عيالي قديسين ازاي، والنت ليل ونهار والموبايل شغال باستمرار. اعملها ازاي دي يا رب؟ يا رب ادينا نعيش في مخافتك انت يا رب. وخلي بالك من عيالك. انت مش مكنه تطلع فلوس اول كل شهر تشحن المرتب للصعيد. دي اصلا مش شغلتك. ده كان في حته واد صغير ابوه وامه ماتوا وهو لسه صغير، وربوه اخواته واكلوه الناس اللي في الشارع اكلوه. لما كبر طلع قداس البابا شنوده نظير جيد رفائيل. مش ابوه وامه ماتوا وهو صغير لسه؟ يعني مش واقفه عليك يا ريس بالنسبه للمصاريف. قيمتك انك تعرف ربنا وتعرف ربنا للناس. انا نفسي نشوف المسيحي مسيحي. نفسي من كل قلبي اشوفك يا عم يا مسيحي، اشوفك مسيحي. شوف بقى المسيح طيب. شوف بقى كده المسيح لما يبقى موجود في حته يملى الدنيا بهجه وفرحه. صح ولا ايه؟
وانت يا اخويا منكد علينا وجاي منكد ومكشر عامل ليه كده ليه طيب؟ مكشر ليه كده؟ طب ده انت في بيت ربنا، وربنا يقول اراكم فتفرح قلوبكم، يفرح قلبك لما تشوف ربنا. منكد ليه؟ هموم الدنيا مأثرة عليك قوي كده ليه؟ زيك زي اهل العالم كده. عيش مسيحي، خد بالك من عمايلك طول السنة اللي فاتت، وراجع وراقب نفسك عملت ايه. هتقف قدامه وتقول له ارحمني يا الله كعظيم رحمتك. راجع كده العمايل، هتلاقي نفسك طلعت التليفون وتقول لعمه فلان معلش حقك عليا، ما كنتش واخد في بالي اني زعلتك، خلاص اللي فات مات يا اخويا، تعال نبدا صفحه جديده. وسامح واغفر حتى لو كان هو اللي مزعلك. ان اخطا اليك اخوك اذهب وعاتبه لو هو اللي غلط فيك. طب ولو سمع لك فقد ربحت اخوك. الله على الناس الكسيبه اللي بتكسب، الله على الناس اللي بتعرف تربح وتكسب. احنا شاطرين قوي نزوغ من المزرعه ونروح نشتغل يوميه بره. يا ابونا بنعمل مصلحه، حرام. ايه يا ابونا مالك جاي علينا ليه؟ يا اخويا انا مالي، انا بقول لك كلام ربنا. لما تبقى شغال فلاح في مزرعه وواخد بالك من المزرعه ومراعيها ليل ونهار وعايز تطلع تشتغل يوميه بره، تبلغ صاحب المزرعه علشان تبقى انسان امين فيبقى مسيحي. لان ما في حد معدي اصلا ولا قريبك ولا تعرفه، انت بتبص عليه ليه؟ انت عينيك زي غاليه يا عم. ما تحط عينيك قدام منك تشوف الطريق وتشوف دنيتك وخليك في حالك. مالك انت ومال الناس فلانه ولا علانه، ولا تتكلم وتجيب سيره الناس ليه؟ خليك في حالك يا اخويا. القداسه عندك اكوام يعني وكأنك بتنقط زيت انت يعني. خليك في حالك. نوقف النميمه والادانه في راس السنه ونعيش حياه الامانه ونقرب من ربنا ونقول له يا رب سامحنا على اللي فات يا رب. اتعود وتدرب تقعد معاه كل يوم عشان وشك ينور. الواحد مننا لو راح مصيف يا اولاد، بعيد عنكم انتم ما بتروحوش، بس يعني اللي بيروحوا مصيف 3-4 ايام بيرجعوا سمر من المصيف عشان الشمس بتأثر عليهم. ما احنا بنيجي الكنيسه كل يوم والتاني، امال مش باين علينا ليه طيب؟ مش المفروض ننور؟ المفروض الوش ينور بمعرفتنا بالمسيح، يبان علينا القداسه ويبان علينا طولة البال، ونتعلم منه الوداعه ونتعلم منه التواضع، وننزل تحت رجلين الناس نغسل الرجلين للناس. مش كرامتي ومكانتي يا ابونا. ايوه يا ابونا. ايه يا حبيبي؟ شوف لي مزرعه ثانيه يا ابونا، الراجل اتنرفز عليا عشان اتاخرت عليه في فتحه الباب يا ابونا. اتنرفز عليك؟ طب ما ده لقمه العيش يا اخي. يا اخي عدها له يا اخي. راجل بيه وجايب مزرعه وتنرفز عليك وقال لك انت بعيد ليه، والبعيد اعمى ليه، مش سامع ليه، وفينك، وقال لك كلمتين. يا اخي عدها له يا اخي، ده لقمه العيش يا اخي. اتواضع يا اخي. لا يا ابونا وديني مزرعه ثانيه. طب ما اوديك عند واحد ثاني يتنرفز عليك بره، وانا اوديك عند الملك ميخائيل؟ ما انا اوديك برضه عند واحد ثاني. اتواضع بس انت شويه، اتواضع حبتين. ده الاتضاع من صفات المسيح له المجد. يا بختك يا متواضع، يا بختك يا اللي نفسك تتوب. طوباك يا اللي عاوز تعيش الامانه. ربنا يفرح قلوبنا الايام اللي جايه لما نطلع خطوه واحده لقدام، لما نبقى كده كلنا جنب بعضنا. لكن اول ما يعمل كده ابونا عالي خطوه يطلع تاني، ايه ده ابونا رايح فين؟ ابونا عمال بيعلى. يا بختك يا اللي عمال بتعلى في القداسه، يا بختك يا اللي بتعرف تقرب من ربنا وتقول انا عاوز قلبي الشماس. ليه؟ يقول اصل انا هنا بعيد مع الناس، عايز اقرب اشوف ابونا وهو بيقطع في الجسد، عايز اقرب واشارك واقول كلام الله بلساني. ده احنا لما نقول كلام ربنا بلساننا افواهنا تتقدس فنصير قديسين.